السلام عليكم خاوتي. اليوم جبت لكم موضوع خطير بالزاف وراه مولع في الجزائر: القمار. موضوع ولا حاضر في حياتنا اليومية بشكل يخوف، وبالزاف شباب وشابات راهم يغرقوا فيه بلا ما يحسوا. تلقى شاب يخدم نهار كامل، يتعب يعرق باش يجيب شوية دنانير، وفي الليل بكل بساطة يروح يحطوهم كامل في بارس سبور ولا مواقع قمار أونلاين على أمل يربح ويبدل حياته. بصح النتيجة يخرج خاوي اليدين، مديون محبط، ويمكن حتى يكره حياته. هذا هو الواقع المرة اللي بزاف ناس يحاولوا يغطوه. المصيبة الأكبر ماشي غير في خسارة الدراهم، بل في الإدمان. القمار يشبه المخدرات، يعطيك لحظة فرحة وهمية، ومن بعد يخليك تحس بالندم والقهر. تبدأ مرة وتقول نزيد نجرب يمكن نربح، وتلقى روحك داخل دوامة ما تخرجش منها. كل مرة تخسر تقول لازم نعاود باش نرجع اللي ضيعته. وفي الحقيقة الربح الوحيد يروح للي يسير الموقع، أما أنت فديما خاسر. والخطير يا خاوتي هو كي بعض الفنانين والإنفلونسرز بداوا يلمعوا صورة القمار. ونعطيكم مثال واضح: عبدو اتش كي وسيد أحمد كانوا قبل معروفين بالمحتوى الترفيهي والضحك، الناس تحبهم باش يضحكوها. بصح من نهار مواقع القمار عرضت عليهم إشهار، تبدأ خطابهم 100%، ولا كل كلامهم يدور على تبرير القمار، ويقولوا باللي ماشي مشكل، ولا حتى يلمحوا باللي ممكن يكون حلال إذا الدولة تستافد. الحقيقة واضحة: هذا التبدل ما جا صدفة، سببه الفلوس. فلوس سهلة خلات بعض الناس يبيعوا مبادئهم ويبيعوا وعي الشباب ليتبعوهم. وهذا يا خاوتي أكبر خيانة للشباب الجزائري، خاصة وأنه أصلا يعاني لا خدمة، لا أمل، ولا فرص حقيقية. كي يجوا ناس مؤثرين يزيدوا يجروه لطريق القمار، راهو تضييع جيل كامل. وربي سبحانه وتعالى قالها بآية صريحة: إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوها لعلكم تفلحون. القمار ماشي رزق، القمار نار. نار تحرق الدراهم، العائلات، وحتى المجتمع كامل. بالزاف حالات نسمعوها كل يوم: واحد باع تليفونه باش يكمل يلعب، آخر دخل في ديون كبيرة. واحد ضرب صاحبه على خاطر ورقة بارس سبور. كل هذا ما يجيش من فراغ، هذا هو الواقع اللي بزاف ناس يحاولوا يغطوه. أنا هنا ماشي باش نسب ولا نهاجم أشخاص، الهدف هو التوعية، باش نقولكم الحقيقة بلا ما نلونها. الحل ماشي في القمار ولا في الرهان، الحل في العمل، في الجد، في الصبر، وفي القناعة. القمار ما يبدلش حياتك للأحسن، بل يدمرها. أما العمل والإصرار هما اللي يفتحوا لك أبواب النجاح الحقيقي، وبالطريقة اللي يرضاها ربي. نزيد نقولها ونأكد: القمار يبقى حرام مهما حاولت تبدل اسمه ولا تلمع صورته، يبقى نار تحرق جيوبكم وحياتكم. والناس اللي يروجوا لهد الطريق لازم نعرفوا باللي هدفهم ماشي بناء مجتمع واعي ومتطور، بل فقط جمع فلوس سهلة على حساب شباب غافل. وفي الأخير نختم بكلمة واحدة: إذا عجبكم هذا الطرح وحبيتونا نزيده نناقشوا مواضيع تمس حياتكم اليومية، ما تنساوش تديروا إعجاب وتشتركوا في القناة، ونكبروا كامل مع بعض كعائلة واحدة هدفها الحقيقة والوعي.